السلام عليكم البنات. معكم خديجة في حلقة جديدة من قناة إسباس خديجة. اليوم غادي نهضر على موضوع حساس ومهم بزاف، كيهم كل بنت كتفكر تتزوج أو حتى اللي مزوجة وعندها تجربة مع هاد القضية. السؤال اللي كيبقى يطرح راسو بزاف ديال النساء هو: علاش الراجل اللي كنتي كتحلمي بيه قبل الزواج كيولي مختلف، ساكت، بارد، وما كيبقاش يعبر على الحب؟ أنا عارفة أن هاد التغيير كيتسبب في حزن كبير وفيه إحساس بالخذلان والفراغ. بزاف ديالنا كنحسو بواحد الوحدة حتى وسط الزواج، ولكن اليوم غادي نكتشفو الحقيقة ونعرفو علاش كيوقع هاد التغيير وكيفاش نتصرفو باش نحافظو على العلاقة ديالنا ونخليوها أقوى. خليوني نحكي لكم قصة نادية، وحدة من المتابعات ديالي اللي عاشت تجربة مؤلمة. نادية كانت كتقول: خديجة، منين كنت مخطوبة كان راجلي كيهضر معايا بالساعات، كيعبر على الحب ديالو، كيقول كلمات زوينة، وكان كيبعت لي ميساجات كل نهار. حتى وانا في خدمتي كنت كنحس بالاهتمام ديالو. ولكن منين تزوجنا بدات الحياة كتبدل. الراجل ولا ساكت، ما بقاش كيهضر، كيبقى غير يخدم ويرجع للدار، وما بقاش عنده هذيك العبارات اللي كانت كتفرحني. نادية كانت كتعيط سكات وكتحس بواحد الفراغ الكبير، وكتسول راسها: واش ما بقاش كيبغيني؟ واش تبدل؟ ولا انا ما بقيتش مهمة عنده؟ مع الوقت نادية فهمت انه التغيير ماشي في الحب، ولكن في طريقة التعبير عليه. فهمت كذلك الضغوطات اللي كيتعرض ليها الزوج، وكيفاش كيولي كيحاول يركز على المسؤوليات أكثر من الكلمات. الفرق ما بين فترة الخطوبة وفترة الزواج: قبل الزواج الراجل كيحاول يبهر البنت، كيوريها أحسن ما عنده، كيبقى يهدر، يعبر، يتواصل بزاف باش يربح قلبها ويأكد ليها باللي هو الراجل المناسب. أما منين كيتزوج كيولي كيحس بالاستقرار وكيتحمل المسؤولية كاملة: الخدمة، مصاريف، مشاكل، مستقبل، وربما الولاد. هاد الضغوطات كتخليه يقلل من الكلام ويولي مركز على الفعل، ولكن هاد الفعل ما كيكونش واضح للبنت اللي متعودة على الكلمات والرومانسية. كيفاش كيعبر الراجل عن الحب بعد الزواج؟ بزاف ديال الناس كيعتبروا الراجل بارد، ولكن في الحقيقة هو كيعبر بطريقة أخرى. كيخدم باش يوفر لك الحياة اللي كتمنيها، كيصلح الأشياء في الدار بلا ما تبغي، كيصبر على المشاكل من أجل استقرار العائلة، كيحاول يكون قوي باش يحميكم من الضغوطات الخارجية. ولكن حنا كنساء كنحتاجو نشوفو التعبير بالكلام وبالحنان. الاختلاف بين لغات الحب: العلم قال أن كل واحد كيعبر على الحب بطريقة مختلفة، وهذه كتسمى لغة الحب. كاين اللي كيحب الكلمات الطيبة، وكيحتاج يسمع كنبغيك، وكيحتاج الاهتمام بالكلام، وكاين اللي كيحب الهدايا أو الأفعال أو الوقت المشترك. لما يكون الزوج والزوجة ما مفاهمينش لغة الحب ديال بعضهم كيوقع سوء تفاهم كبير. مثلا راجل كيجيب الرزق وهو كيشوفها تعبير على الحب، والمرأة كتنتظر كلمات أو عناق. تفسير نفسي وراء التغيير: الراجل بطبعه ما كيعبرش بسهولة على المشاعر بالكلام. أيضا الضغط الاجتماعي والمهني كيخليه يولي ساكت، وحتى كيتجنب التعبير عن الضغط. هذا الشيء كيخليه يبين أنه بارد، بينما في داخله ممكن يكون عكس ذلك. نصائح للحفاظ على العلاقة بعد الزواج: أولا، فهمي طبيعة زوجك، ما تلوميش على قلة الكلام، وحاولي تفهمي أنه كيعبر بطريقته. ثانيا، تواصلي معاه بصراحة، قولي له شنو محتاجة بلا
بلا لوم أو عتاب، ولكن بكلمة حب. ثالثا، كوني صبورة ومتفهمة، الحياة الزوجية فيها بزاف ديال التحديات. رابعا، ديري لحظات رومانسية بسيطة، غير كلمة زوينة، ضحكة ولا مرة ديري عشاء رومانسي. خامسا، حافظي على ثقتك بنفسك، الراجل كيحب المرأة اللي كتعتني براسها وعندها استقلالية. سادسا، شاركيه في اهتماماته، حتى هو بغى يحس أنك كتفهميه وكتدعميه. أنا عارفة أن الحياة الزوجية ماشي سهلة، ولكن بالتفاهم والحب والصبر يمكن لأي علاقة تولي قوية وصحية. قولي لي في التعليق واش عشتوا هاد التغيير مع أزواجكم وكيفاش تصرفتوا. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتديروا اللايك وتشاركوا الفيديو مع صحابكم. كانت معكم خديجة من قناة سباس خديجة. نتلاقاو في حلقة جديدة والله يسهل عليكم.